بنتكلم على مندلز سكند لو، او بنقول اللو اوف اندبندنت اسورتمنت اوف جينز. وانا اعرف برضو زي ما عرفنا المره اللي فاتت هو احنا ليه سمينا اللو بالاسم ده هو. فاكرين كان المره اللي فاتت كان اسمه السيجريجيشن اوف فاكتورز او اوف جينز. النهارده بقى اللو بتاعنا اسمه اللو اوف اندبندنت اسورتمنت اوف جين اللي هو مندل سكند لو. لو عايزين تعرفوه يا يوسف انا هبعتهولك. الدرجه بتظهر عندي، مش بتظهر عندكم الدرجه بتاعت نجوى؟ لا ما بتظهرش. اوكي، اللي عايز يعرفها يبعت لي على الخاص وانا اقول لكم الدرجه. حاضر، اوكي، انا هبعتها لكم. اللي عايز يعرفها ابعتوا لي على الخاص وانا هبعتها لكم ان شاء الله. طيب، مندل سكند لوب ببساطه، مندل بقى مش راضي يسيبنا في حالنا، مش يسكت بقى. خلاص عملنا مسكنا تو individual وكانوا different in one pair of traits، وبصينا لقينا الفيرست جنريشن طلعت لي one traits اللي هي الدوميننت، second جنريشن طلع التو traits with ratio 3 to 1. طب مندل فكر شويه وقال يا ترى بدل ما ادرس one trait، طب لو انا درست two different traits يا ترى هل الريشيو نفسها هتظهر هي ولا الدنيا هتختلف؟ فبدأ مندل يقول لي ايه؟ بيقول لي هو انتوا individual برضو different، بس المرة دي مش في one بس، one or more contrasting pair of hereditary factor. كبيوليت يا ولاد يعني حصل ما بينهم تزاوج، يعني mated. Each factor is inherited independently of other factor. كل فاكتور هيتورث لوحده، يعني الفاكتورز بتاع التريس ده ملوش دعوة بالفاكتورز بتاع التريس ده. هو يبقى مندل وصل لي في الفيرست في السكند لو بتاعه ان انا لو كان عندي individual to individual، التو individual دول يا ولاد كانوا different المره دي مش في one pair، one or more contrasting pairs in hereditary factor حصل ما بينهم mating. كل فاكتور، كل جين inherited independently of the other، كل جين بيتعامل كانه ملوش دعوه خالص بالتاني. تمام؟ وهنلاقي ان التو تريتس هتظهر في الفيرست جنريشن with ratio هنلاقي يا اولاد ان التو تريتس هتظهر في الفيرست جنريشن with ratio 100%. يعني التو دوميننت تريتس الاثنين هيظهروا with ratio 100% in first generation. هيجي تظهر بقى الصفات الباقيه كلها في السكند جنريشن with ratio جديده خالص 9 ل 3 ل 3 ل 1. بس احنا هناخد بالنا لو حللنا الريشيو دي ومسكنا كل بير من التريس لوحده هنلاقيه برضو ظهر بنسبه 3 to 1. يبقى مندلز بدل ما يشتغل على 1 تريتس اشتغل لي على كام تريتس؟ على 2 تريتس، 2 contrasting pairs of traits. لقى ايه الحاجه المهمه؟ عشان كده سماه independent assortment of genes او of factors، ان كل فاكتور او كل جين inherited independently. انا هروح ماليش دعوه بالتاني، انا مش مرتبط بالتاني. بس شوفوا بقى الصدفه الغريبه اللي حصلت مع مندل. هو على فكره مندل سبحان الله في اللي وصل له ده يا اولاد كان ممكن ما يحصلش، ما يظهرلوش الريشيو ده. هو بس هو حظ مندل ان كل جين كان على كروموسوم مختلف. هو لما بتيجي الجينز تنتقل يا اولاد من السيلز تروح للجاميتس، هل بتنتقل في شكل جين ولا بتنتقل في شكل كروموسومز؟ ها، اللي بينتقل للجاميتس جينز ولا كروموسومز؟ كروموسومز. كروموسوم، برافو عليك. معنى كده هو انا دلوقتي الكروموسوم دي اتخيلها كاني انا راكبه عربيه. لو احنا الاثنين راكبين نفس العربيه كل واحد هينتقل لوحده ولا هننتقل سوا؟ هننتقل سوا. طب تخيلوا انا راكبه عربيه وحد تاني راكب عربيه تانيه، لا كل واحد فينا هيمشي لوحده وكل واحد في عربيه مستقله. ده بالظبط اللي حصل للجنس. سبحان الله،
كل السيفنس تريتس اللي مندل اشتغل عليهم كان كل واحد على ديفرنت كروموسوم. لكن تخيلوا لو كان التو جينز اللي هو عمال يشتغل عليهم لتو تريتس كانوا موجودين على ذا سيم كروموسوم، لا ما كانش النسبه دي طلعت كده خالص، بس هي مش عليكم، كانت هتطلع نسب تانية. بس هو ليه مندل وصل في القانون بتاعه ان الجينز كل واحد فيهم انهيرت اندبندلي؟ لانه على الحظ كانوا كل جين موجود على سيبريت كروموسوم. يعني انا دلوقتي مثلا هنتخيل ايه؟ هنتخيل عندنا الجين بتاع اللي هو الكولر بتاع الفلاورز كان موجود على الكروموسوم نمبر 1. جيت اشوف الجين بتاع بوزيشن اوف فلاور او اللوكيشن اوف فلاور هلاقيه على الكروموسوم نمبر 2. بالعالي كده اما يجي الصفتين دول ينتقلوا للجميتس، كل واحد هينتقل اندبندلي اكيد طبعا، لان ده على كروموسوم لوحده وده على كروموسوم لوحده. لكن تخيلوا لو كانوا الاثنين على ذا سيم كروموسوم، لا ما كانش النتيجه دي حصلت خالص. يبقى هي سبحان الله الظروف كده جت مع مندل ان كل التريتس اللي ظهرها درسها كانت الجينس بتاعتها على ديفرنت كروموسوم. فعشان كده ظهر ووصل للقانون الثاني ان هو قال لي ان هم انهيرت اندبندنت. اتفضلي يا خديجه. بس مش المفروض اصلا من الطبيعي ان كل جين، يعني كل كروموسوم بيبقى مسؤول عن تريت معينة؟ مش تريت واحده يا خديجه، ده hundreds of traits. احنا مش لسه متفقين لما خدنا في الاول حصه قلنا ان كل كروموسوم كاري hundreds of جين، كل جين مسؤول عن صفه. يعني الكروموسوم الواحد بس عنده hundreds of genes. فهو سبحان بس الله انا جت معاه كده هو ان كل صفه من الصفات اللي درسها ما كانوش في صفتين، ما كانش في التو جينز من اللي درسهم على ذا سيم كروموسوم. لو كانوا الاثنين على ذا سيم كروموسوم يا اولاد ما كانش طلعوا له نفس النسبه. يبقى الكروموسوم الواحد مش عليه جين واحد بس يا خديجه، لا ده عليه hundreds اوف جين، كذا جين لكذا صفه. يعني مثلا ممكن نلاقي مثلا كروموسوم نمبر 1 بالنسبه لنا مثلا عليه كلر اوف ايس وكلر اوف هير ومش عارفه التايب اوف هير وكذا حاجه. يجي على الكروموسوم الثاني مش عارفه عليه صفات ثانيه وهكذا. هو حظ مندل ليه حصل حته الاسورتمنت اوف جين اللي موجوده على الكروموسوم في الجميت اندبندنت، علشان اتش جين من اللي هو استادي درسهم كانوا لوكيت ان اسيبريت كروموسوم. فبالتالي ظهر الفيرست جنريشن في الدوميننت تريس، التو دوميننت تريس، والسكند جنريشن ظهرت لي نسبه 9 ل 3 ل 3 ل 1. تمام. يبقى احنا هوت عندنا هوت الاكسبيرمنت اللي عملها مندل عشان يدرس الانهيرتنس بتاع تو بيرز اوف كاركتر. درس ايه وايه يا اولاد؟ درس الكالر والشيب اوف سيدز. كالر اوف سيدز زي ما احنا عرفنا من المره اللي فاتت ان ممكن يكون يلو وممكن يكون جرين. طب والشيب بتاع السيدز ممكن يكون رينكل وممكن يكون سموز. فخد بلانتس عندها السيدز بتاعتها جرين ورينكلد، يعني الصفتين الايه الريسيسيف. وخد سيد تانية بس بيور فيها السموز ويلو اللي هما الصفتين الدوميننت. طيب بص لقاه الفيرست جنريشن كله ظهر سموز ويلو، يعني التو دوميننت تريتس. طيب راح خد اللي ظهر ده وخلاه يعمل سيلف بولينيشن، يعني السموز اللي هو لونه يلو مع السموز اللي هو لونه يلو. بصوا طلعت الايه السكند جنريشن اهو. ادي الناين يا اولاد، ناين ايه كلهم يلو وسموز اهو. ادي 4 وادي 2 6 و3 يبقى 9. طب و3 لونهم جرين وسموز، يعني واحده صفه دوميننت واحده صفه ريسيسيف، و3 لونهم يلو بس رينكل، وواحده فيها تو ريسيسيف اللي هي لونها جري ورينكل. تمام. دي الاكسبيرمنت اللي عملها ايه؟ اللي عملها مندل. يبقى هو بدل ما يدرس 1 تريت درس 2 تريتس. نفس الفكره بالظبط اللي نفذها، وان هما الاثنين بيور وشاف الفيرست والسكند بس على 2 تريتس. تاني يبقى انا عندي كان اليلو السموز ار كابيتال واي كابيتال وار كابيتال،
والصفه الريسيسيف اللي هي الجرين والرينكلد، يعني ار سمول ار سمول واي سمول واي سمول. خدوا بالكم هنا لازم نمشي بالترتيب حسب انا بدات بانهي جين. بدات مثلا بالجين بتاع الكولر، يبقى هو اللي هيبقى في الاول هنا والاول هنا. الجين اللي بعده الجين بتاع هو السيتس دهيت سموز ولا رينكلد، لازم يبقى هنا زي هنا، يعني بدات بايه امشي بيه. فلاقي الفيرست جنريشن كلهم طلعوا سموز ويلو. طيب في السكند جنريشن بص لقى ان هم طلعوا ايه؟ طلعوا النسبه اللي انا قلت لكم 9 ل 3 ل 3 ل 1، اللي هم 9 كانوا لونهم يلو ماشي وسموز، و3 لونهم جرين وسموز، و3 لونهم يلو ورينكل، واحده رينكل ولونها جرين. بدأ يحلل الرقم اللي انا قلت له. قال طب احنا عايزين نعد عدد الجرين يا اولاد لليلو. عدوا كده كام يلو. احنا كان عندنا كام يلو؟ كل ده يلو. هنعدهم كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12. كام جرين؟ 4. طيب نعمل لها سمبليفاي هتبقى 3 to 1. الله، النسبه دي احنا شفناها قبل كده، اللي احنا خدناها اللي كانت في السكند جنريشن عند مندل في الاول. برضو نفس الطريقه. لو خدت سكند تريت اللي هي ايه؟ اللي هي سموث تو رينكل، اعد قد ايه سموث؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 برضو. وكام رينكلد؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. طيب يبقى انا عندي 12 ل 4، يعني برضو بنسبة كام يا ولاد؟ 3 to 1. الله، رجعت النسبة تاني. ده يثبت لي ايه؟ يثبت لي ان كل صفة كأنها اشتغلت لوحدها، كل صفة ما تأثرتش بالتانية. وزي ما اتفقنا، ليه؟ لان سبحان الله كده مندل حظه ليه لولا لو هو، خدوا بالكم، كان اي تريتس منهم كانوا هما الاثنين الجينز على ذا سيم كروموسوم، ما كانش طلع له الريشيو ده. هو كان غير كل الكلام اللي هو بيقوله ده. هو بس هو على الحظ كل الجينز اللي درسها كانت each gene found in a different chromosomes. فعشان كده قال لي ان كل تريس inherit independently. ولو هو كان اكتشف غير كده، يعني احنا بعد كده الساينتستس اكتشفوا حاجات تانية. ما هو في عالم بيوصل لحاجة بس ممكن حد يوصل لحاجة تانية. اكتشفوا طبعا ان مش شرط ان دايما تطلع النسبة دهيت يا اولاد. لو انا بدرس تو تريتس، لو كانوا التو تريتس as the same chromosomes، الجينس بتاعتهم as the same chromosome، لا ما كانتش طلعت الريشيو اللي احنا بنقول عليها ديت، كانت هتطلع different ريشيو. يبقى الريشيو اللي طلعت عند مندل ايه؟ الفيرست جنريشن كان ايه يا اولاد؟ 100%. والسكند جنريشن كانت ايه؟ 9 ل 3 ل 3 ل 1. ماشي. طيب ايه السبب ان هو لا ان الجميتس الكروموسوم كانت الاسورتمنت اوف جينز كاريد ان كروموسوم اوف جاميتس از اندبندنت؟ ليه كانت اندبندنت يا اولاد؟ عشان each gene is located on separate كروموسوم، كل واحد كان على كروموسوم مختلف.